السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار مجاهدة. كنت أول مرة كتشاهد الفيديو اللي كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وخلي شي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا في حال دائما. الفيديو اليوم غادي يكون ان شاء الله ربي هذا الدوش اللي غادي نعاودو له ان شاء الله الاصلاح ديالو من الاول. غادي نعاودو له ان شاء الله الانستالاسيون، غنعاودو له حتى البلان ديالو كامل. غادي تقلب هذا الدوش ان شاء الله بجهد الله. بالنسبه لهذا الدوش هذا قبل كان فيه البانيو بحال اللي جميع الابارتمانات اللي في السكن الاقتصادي كيكون فيهم بانيوس في الاول. السيد كان حيد البانيو وصلح غير الموطع اللي كان فيه بانيو. المهم بقى كيدير باني في الدوش. اليوم ان شاء الله ربي جينا باش نعاودو الاصلاح هذا الدوش هذا، جينا باش نعاودو له بلان كامل. نعاودو ان شاء الله ربي الزليج ديالو كامل يتعاود، حتى السقوف لاستالاسيون كلشي ان شاء الله غادي يتعاود، حتى القرف ديالو الضوء بالماء بكلشي ان شاء الله بجهد الله، باش تشوفونا ان شاء الله كيفاش خدمنا هذا الدوش من الاول حتى الاخرين. خليكم مع الفيديو. وبالنسبه لهذا الدوش هذا ملي مشيت نصلحو، يعني تفاهمت مع الناس بان نصلح الدوش عادي، غادي نزول الزليج، غادي نعاود لاستالاسيون، يبقى كلشي في بلاصه ديالو، وغادي نعاود الزليج ديالي في حال دائما. ملي مشينا وبديت الخدمه وبدينا بالتهراس، يعني بان لي واحد البلان اخر، بان بلاصه على الشمال ديال الباب كاينه بلاصه ديال البلاطو فيها 60 سنتيم ولا 65 سنتيم، واليمين من الباب الجهه اليمين يعني كاين تما اتساع، كاين واحد 95 سنتيم. حنا نعملو الدوتشا قلب شقلب. دير راسك براسك وثق في راسك، قطع اي حاجز قدامك باش تحقق احلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك، وخلي الراي ديالك في التعليق، حيت الراي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. من بعد ما زولنا الزليج، جبنا لاستاسيون ديال الماء مخدوم بالنحاس، يعني بارتمان مصلوحه قبل 2000. يعني الزليج توا ملصق بالسيمه، يعني شوف الزليج كيفاش زل فتاوت، وعاد الحيط يعني كيزول بالمرطوب كلشي. بعض المرات يعني كتشوف الحيط كيفاش بقى الحاله ديالو. وهنايا بعض الناس شحال من الناس في التعاليق كيقولوا لي بان الزليج لصقتيه بالسيمه راه ما غاديش يشبر. وهنا يبان يعني كيبان الفرق ملي كيكون الزليج مخدومه بالكولا بوحدها، واكثريه ملي كتكون كولا رخيصه. الزليج غير كتقيسو كيهود كامل الزليج، يعني كيطيح الزليجه كتزول صحيحه كامله. وهنايا يعني باينه بان راه الزليج زولناه بواحد الصعوبه كبيره. حتى الزليج كانوا شحال كانوا كيخدموه بالسيمه بزاف، كانوا كيعملوا السيمه كيخلطوا مع واحد شويه ديال الرمل وكيلصقوا بها السيمه. كتعرف الزليجه كتفرع لك يدك كامل، كتجرح لك يدك كامل ما كتزولش، وبالديكاج وتماره يعني وكيزول صعيب صراحه الله. كيزول الزليج كيزول صعيب بزاف. بعض المرات الدوتشا ملي كنجبرو مع هذا الدوتشا كتقدر لك كانت كبيره توصل لك حتى 4 ايام 3 ايام ديال التقشير فيها. يعني وبعض المرات كتزول بالمرطوب كلشي كما كتشوفوا معايا. يعني السيمه كتجيب بلاندي، واي واحد كيخدم بالكولا الا كانت كولا رخيصه الاحسن يخلط معها السيمه، ويخدم بها الزليج احسن ما تكون كولا غاليه. ماشي مشكل واخا يعمل يعني كولا غاليه واخا يخدمها بوحدها، بس هذيك غاليه ومخدوم فيها جميع برودويات باش تكون يعني كتشبر مزيان. وبالنسبه للسيمه الكولا رخيصه ضروري نخلطوا مع السيمه كتعطيها واحد الجهد. بالنسبه للسيمه راه ما كاينش في حالها في التشبير ديال الزليج. خصنا يكون عندنا الزليج صغير يفزق وصافي، وملي يكون الزليج كبير يعني هذا كتجي يعني كنعملو كندهنو الارضيه والزليجه ولا الحيط والزليجه، يعني بحال اللي كيتفزك. بالنسبه للانستالاسيون بدينا الانستالاسيون ديالنا. هنا كاينه لاكين في البلاصه اللي فتحنا فيها، كاينه لاكين. يعني الناس عندهم واحد بلومبي كيعرفوه كيخدم لهم. ملي جا عيطولو جا يخدم، انا قلت له اقترحت عليه بان الانستالاسيون اللي داخل من كوزينه الدوتشا يعني نحيدوه من الدوتشا كامل، نحيدوه من الدوتشا كاع، ونديروا له الشرك ديالو، ندخلوا الطوبوس جدادين ديال الانستالاسيون ندخلوهم حتى الكوزينه. يكون عندنا الشرك في هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا معايا بالضبط. يكون عندنا الشرك هنا حتى هذا وقع ما وقع، يكون عندنا مشكل غير هنايا في الكوزينه. ما احسن ما يكون في الدوتشا. هو قال لي يعني جاتو بحال الخدمه فيها تماره بزاف. المهم قال لي شوف كمل التهريج ديالك وجمع الردمه ديالك وديك الشيء كيبقى الشغل ديالك.
حيت انا شفت ديك الشيء ما سلكش، ديك الشيء ما خدامش، وان شاء الله ربي اذا صلحنا وسالينا وقع شي مشكل الناس غادي يتفرعوا الصراحه، غادي يوقع شي مشكل خصهم يقلعوا الزليج، خصهم يقلعوا بزاف د الحوايج. مع بان لي بلان اللي قلت لكم في الاول بان غنقلبوا الدوتشا، غنقلبوا هاد الجهه اليمين والطويط والفيديو رجع الجهه الشمال. اضطريت انني ما بلومبي هذاك يعني حاجه بسيطه ما صبرش، يعني ما يقدرش يصبر على لاستراسيون كامل يتقلب. لذلك جيت بلومبي اللي كيخدم معايا دائما، اللي بان معايا في الفيديو اللي قبل هذا، راجل كبير الله يعمر راس العا كيخدم وكيسمع الهضره، والراجل مساعف وكيخدم بحال اللي كنخدمو حنايا، كيخدم من القلب، كتحس بالخدمه ديالو يعني من القلب، وحاجه كطلع لحقه وطريقه. من بعد ما تعاود لاستراسيون ديال الماء، دخلنا هرسنا الكوزينه كيف ما كتشوفوا، دخلنا لاستالاسيون حتى الكوزينه، حقاش هاد الناس هادو باغيين ان شاء الله يا ربي يصلحوا الكوزينه، يعني كيتسناو شويه د الوقت، وان شاء الله يا ربي الكوزينه بيدها غادي تصلح. لذلك انا دخلت لاستالاسيون للكوزينه ديال الماء، باش ملي يجيو يصلحوا الكوزينه انا غنشدو لاستالاسيون غنشركوه تما، غادي يكمل الكوزينه كامله، يولي السكنه فيها لاستالاسيون جديد بالدوتشا بالكوزينه. هنايا عندنا لاكين طالعين فيها حتى القوادس، هنا شركنا القوادس ديال لابابو وديال الطوايط وديال الفيدي كلشي مشروك هنايا. بالنسبه للشيفون ديال الدوش خرجنا القادوس ديالو ديريكت، وحتى لابابو خرجنا القادوس ديالو ديريكت، بقى لنا غير الفيدي شركناه مع الطوايط هو وواحد الشيفون اللي غيكون على برا في الدوش، والطوايط يعني خرجنا القادوس ديال 110 كيف ما كتشوفوا. ملي حفرنا جبرنا الضاله يعني قريبه ما كاينش يعلو بزاف، اضطريت اني نعمل واحد الدريجه صغيره ب 5 ولا 4 سنتيم في الباب، ولكن ما تاثرش لحقاش الدوش غادي يولي في الجهه اليمين متسع كيف ما كتشوفوا. زدنا هنايا الطاجيره، عملنا واحد الطاجيره تجي في وسط البلاطون داخل، غنعملو ان شاء الله بيتا جلسه من بلاصه الفرفاره كيف ما كتشوفوا. لاستاسيون ديال الضو تا هو تعاود، جبنا البريزو الساروت حدا المرايه، عملنا الضو للطاجيره ديالنا، عملنا المرطوب وعملنا الفورمه، ريقلنا الفورمه ديالنا الارضيه كما كتشوفوا، بيكرنا ديك الطرف ديال 60 سنتيم ولا 65 سنتيم للفوق تا هو ريقلناه وبيكرناه باش ان شاء الله بما يلصقوا الزليج، شبرنا الزليج مزيان. بنينا كولسه على الطول ديك ديال البلاطو، واحد الكولسه جات صراحه الله تسعه ورائعه، فيها واحد 90 سنتيم حتى 95 سنتيم غتكون ان شاء الله بالزليج ديالها مفينيه. عملنا الدريجه اللي كيركب عليها الدجاج وكيتشبر الماء باش ما يخرجش، فملي الانسان كيكون كيدوش يعني الماء ما يخرجش على برا. بالنسبه للسقوف كاين واحد الفوندو، واحد الساريه هو دا تما، فيها واحد 40 سنتيم، يعني واحد 40 سنتيم هو دا من السقوف. بعد ان شاء الله وصلنا الزليج حتى السقوف، وغادي تضرب ان شاء الله بلافون ديالنا غيجي يعني تقريبا من تحت ديك الفوندو، يعني ما يبان شي مره. واخا الدوتشا غادي تجي حانيه شويه، يعني غتجي الدوتشا حانيه، ولكن الديكور ديال صراحه الله طلع رائع. ملي تسال الكابس وتفينات وتركب كلشي، طلعت الدوتشا رائعه، جات واعره، وديك الفوندو مبقاش كيبان مره، يعني البلافون جا طالع شويش. جات صراحه الله دوتشا رائعه. بالنسبه للزليج اللي خدمناه في الحيط وخدمناه في الارضيه، خدمنا زليج واحد، لون واحد، عبر واحد، خدمنا الزليج ديال 60 على 60. الزليج كري صراحه الله اللون رائع حتى هو، عطى واحد الديكور للدوش ماشي عادي. من بعد ان شاء الله ملي غادي يتسالاو غادي يدخلوا اكسسوارات كلشي بيض، طاسه، عندنا الطاسه ولابابو والفيدي، يعني المسائل كامله كلشي بيض مع الزليج كري، يعني يبان واحد التناسق في الالوان صراحه الله رائعه. بالنسبه للزليج ديالنا تا هو خدمناه بكرابات وخدمناه بالجوان كما كتشوف. في الباب بقات واحد الدريجه صغيره، واحد 4 ولا 5 سنتيم. ركبنا الشيفونات في بلاصه ديالهم في الدوش وفي وسط بلاطو على برا، من واحد الشيفون يتهرق الماء ولا كاين شي تسيق ولا شي حاجه. خدمنا الطاجيره ديالنا بواحد الزواقه عربيه، الزواقه صراحه الله رائعه كتجي. الزليج طلع رائع. المرايه عملنا حتى هي الضو ديالها والساروت والبريز حداها كما كتشوف. بلاصه ديال الطاسه الطويطه هي خدمنا لها الوضايه البارد والسخون. صراحه الله داكشي طلع رائع. مقطع الفيدي كيف ما كتشوفوا، الزليج كيف ما طالع حاولنا نخدموه كما طالع يعني في السقوف، هو مع الخط نيشان وخارج.
يعني حاولنا نركزوا على هذه القضيه هذه، باش الزليج كيجي بحال ماشي يعني ماشي في الارض وطالع في السقوف، خط واحد تشيعه وحده. كنتمنى ان شاء الله بجود الله الفيديو وهذا الشيء اللي كنعمل لكم تستافدوا منه. الحمد لله الناس تا هما عجبهم الحال، شافوا واحد الفرق كبير. واخا تزادت الخدمه يعني كنا غنخدموا الدود تاعنا غنقلعوها وغادي نعاودوا لاستراسيون وغادي نعاودوا للزليج، يعني داكشي يعني ناقص شويه ديال الشغل وتماره. ولكن حنا فكرت بعيد وفكرت في الدوش، يعني في الراحه ديال اللي ساميكم كيكون كيدوش مرتاح. يعني غدوش في 90 سنتيم ولا في 95 سنتيم، ماشي غدوش في الا عملتي الدريجه بحال اللي كتشوف لها كيف عليها الدجاج وعملتي الدجاج، يعني غدوش في 60 سنتيم و60 سنتيم ماشي هي 90 سنتيم. 90 سنتيم كاين اتساع. يعني فكرنا في هذه القضيه هذه وعملنا ان شاء الله بصبرنا، وعملنا الخدمه على حقها وطريقها. والانسان دائما حاجه كنشوفوها ماشي كنمشي تخدم يعني خصك غير تكمل غير تسالي فشي بحالك، ضروري كتشوف حاجه اللي غتفيد الناس، يعني كتفكر للناس اللي غادي يدوشوا تما. يعني بحال اللي كتفكر راسك، بحال اللي الدوشه تخدمها لراسك ليك، كتفكر في الناس دائما وكنخليو الناس يعني على الراحه ديالهم. وكنتمنى نكون ان شاء الله بان حسن الظن ديالهم. حتى الناس هادو موالين الدار هادي الله يعمرها سلعه خدمنا معاهم. الحمد لله الناس ديال الخير، كلينا وشربنا والحمد لله. الناس من اطيب خلق الله، والله العظيم من اطيب خلق الله. والحمد لله اللي حشمنا حنا كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالهم وعند حسن الظن ديالكم اللي يخطيكم. بالنسبه للدوتشا هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما تسالات الجليسه ديالنا. عملنا الدريجه اللي عاد فينينا، الدريجه اللي عاد ينزل عليها الزاج. كلشي مفيني، كلشي على حقه وطريقه. عملنا ماستيك في نفس اللون، شرينا ماستيك في نفس اللون ديال الزليج. بالنسبه للشيفون خدمنا بالشيفون ديال 40 سنتيم في الداخل في وسط البلاطو. يعني الخدمه طلعت على حقها وطريقه. الفرفله حتى هي عملناها فوق الكليسه في ديك القنيت. عملنا واحد الباسو د الماء اللي كيقطع الماء، عملناه كما كتشوفوا في الشمال ديال الكليسه مع الحيط. جا واحد الشيفون تما، واحد الباسو تما مخبع، يعني ما كيبانش، وفي نفس الوقت يقطع الماء على الدوش، يعني باش ما كيبقاش الا احتاجتي الماء تمشي للكوزينه وتشد الماء كامل، يعني كتشد الماء على الدوش. يعني الخدمه طلعت على حقها وطريقها. ملي كيكون الانسان عاوتاني القلب بيض وما كيكونش الانسان كيكون يعني انسان مساعف وكيدعي بالتيسير، دائما الخدمه ديالو الحمد لله كتطلع ميسره وكتطلع على حقها وطريقها. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتستافدوا منه، تستافدوا من الطريقه كيفاش صلحنا هاد الدوش، وبالطريقه كيفاش بدلنا البلان لهاد الدوش كامل، كيفاش قلبناه. كنتمنى ان شاء الله ربي تكون الزليسه وعجبكم والطريقه باش خدمناها عجبتكم، استفدتوا منها واستفدتم اي حاجه عملناها في هاد الدوش. تحياتي لكم على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم اللي يخطيكم علينا. كنتمنى ان شاء الله ربي تكونوا خفافين عليكم. تحياتي لكم على الدعم وعلى التشجيعات ديالكم اللي يخطيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.